A few moments later. ركز معايا يا ابو السيد، احنا هنعمل مقلب في المعلم عظمه. هتروح تنصب عليه وتاخد منه كيلو لحمه، ولو عرفت تنصب عليه هتكسب 1,000,000 جنيه، بس بشرط من غير ما تقول ولا كلمه. مسموح لك بلغه الاشاره بس. تعالى يا بيه، تعالى يا استاذ، اللحمه الطازه. ايه ده؟ انت بتطلب لحمه ولا بتحضر عفاريت؟ يعني ايه، انت والبقرة دي كنتوا تعرفوا بعض من ورايا؟ يا ناس، هو في حد هنا يفهم هو الراجل ده عايز ايه؟ أنا زكريا الترجمان، خبير لغة الإشارة الدولية والمحلية والمعمول بقى في كوكب زحل. يعني هتعرف تترجم يا زكريا؟ عيب عليك يا معلم، أنا معايا 7 لغات إشارة. ودي واخد الشهادة بتاعتها منين ان شاء الله؟ من المرور؟ يا معلم ما تصغرناش قدام الأغراب. طب الراجل ده عايز ايه؟ بيقول لك إنه من جمعية حقوق الحيوان، وبيقول لك الحيوان ليه مشاعر لا تحرمه منها. وحياة امك. وأنا مالي يا معلم، أنا بترجم بس. والبهايم اللي في الزريبة اعمل لهم باديكير ومانيكير عشان خاطر الاستاذ وجمعية حموم الحيوان. حقوق الحيوان يا معلم. اخرس انت. حاضر. آسف، قصده يقول لك لو اشتريت 5 كيلو لحمة تديله 2 كيلو كبدة هدية ورغيفان حواوشي. طب ما اكتب لك المحل بيع وشير احسن. بيقول لك بيحبك وعاوز يبقى شريكك في المحل وياخد نسبة 99%. ده كده يدخل طب مستريح. ايوه، ويتخرج ويشتغل مهندس. اخرس انت. حاضر. بيقول لك بطنه محتاجة تتذوق لحمة المعلم عظمة لأسباب علمية بحثية. وده هياكلها ولا هيعمل عليها دراسات عليا؟ غور يا زكريا من قدامي وخد الراجل ده في ايدك بدل ما اعمل عليكم شوربة كوارع. هو بيعمل كده ليه؟ بيحلف يمين ولا بيعمل تمارين الصباح؟ المعلم ابو السيد بيقول لك انه بس كان عاوز يساعدنا. يساعدنا؟ يساعدنا ازاي يعني؟ بيقول لك ان المحل تعبان شوية اليومين دول والمبيعات قليلة. هو عنده فكرة عبقرية تزود الدخل وتخلي الزباين طوابير. المحل بتاعي تعبان ايه يا روح امك؟ ده انا اشهر جزار في المنطقة. هو بس امبارح ما بعناش غير كيلو لحمة وديل بقرة طول اليوم، بس شغال. اسمع منه بس. فين فكرتك العبقرية يا ابو السيد؟ المعلم ابو السيد بيقول لك انه خبير تسويق عالمي، اقصد انترناشونال ماركتنج، وجايب لك فكرة مشروع جديدة هتخلي فلوسك تتضاعف. خبير تسويق؟ ده شكله نصاب انترناشونال اكتر. بيقول لك لا يا معلم، والله هو مش نصاب، هو عاوز يعمل معاك بيزنس جديد خالص. بيزنس تاني؟ انا جزار يا ابني، ما عنديش بيع وشراء غير في اللحم. تمام يا معلم، والبيزنس اللي بيقترحه برضه لحمة. بس احنا اصلا بنبيع لحم. هو في لحمة تانية غير اللحمة؟ مش اي لحمة، دي لحمة نباتية. لحمة ايه؟ نباتية؟ ايه لحمة نباتية دي يا استاذ؟ دي لحمة مصنوعة من ايه طيب؟ من ورق الشجر؟ لا يا معلم، دي لحمة معمولة من الفول الصويا وحاجات زي كده من غير اي لحوم حيوانية. العالم بره كله بقى بياكلها اليومين دول. طب ما تيجي اعملكم لحمة مشوية احسن.